السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو الجديد يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم طاجين الغلمي بالحمص، ويمكن لكم غير تبعوا المراحل من البداية حتى النهاية. واحد الطريقة اللي هي سهلة والطريقة بلدية. إن شاء الله غادي نطيبه في الفرن إن شاء الله بحول الله والف الفخر. إذا بسم الله توكلنا على الله. عندي هنايا تقريبا كيلو او كيلو ربع ديال اللحم. التوابل ان شاء الله اللي غادي نستعمل يعني شي حاجه خفيفه، ما غاديش نكثر في التوابل. هنايا عندي 2 ملاعق ديال الزيت، دائما زيت نيت زيت العود اللي كنقولوا او زيت البلديه. من بعد هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الملحه. من بعد هنايا غندير يعني عندي المعلقه، يعني ملعقه ديال الحرقوم البلدي. من بعد عندي ملعقه ديال السكنجبير. عندي هنا تقريبا 2 ملاعق ديال المعدنوس. عندي بصله مشلوطه. صافي غادي نخلط شويه. من بعد هنايا غادي ندير واحد العود ديال القرفه. نتوما تشوفوا نخلط شويه، ندير واحد العويد ديال القرفه. ومن بعد هنا كما كتشوفوا راه غادي نردو فوق الفخر كيف كنقولوا، ونخليه يتشحر. كل مره غادي نبقى نطلع عليه. هانتوما تشوفوا الطريقه. هاد الطاجين ديالي بعد ما تحمر ليا شويه غادي نزيد شويه ديال البصله. هانتوما كتشوفوا تقريبا 2 بصلات صغار. غير ما بغيتش يعني نكثر عليكم وبغيتش نطول الفيديو، لان كل مره كنزيد شويه ديال الماء، لان الفخر ما كيحتاج الماء بزاف. من بعد هنايا راه عندي الحمص، يعني رقدته في الماء وغسلته مزيان. راه غادي نصفيه. من بعد راه غادي نتوما غادي تشوفوا الطريقه. راه ما غاديش نخليه، ما غاديش نغليه، غادي نصفيه مزيان. شوفوا الطريقه. صافي غادي نخليه حتى يطيب شويه، ماشي يطيب شويه غير المهم يشد شويه ديال الوقت. غير يعني كما كتشوفوا الفخر كيبغي شويه ديال الوقت. من بعد هنايا غادي ندير شويه ديال الزبيب، وندير شويه ديال السكر او سنيده، وندير شويه ديال القرفه. صافي غادي نغطي الطاجين ديالي ونخليه يطيب. من بعد ما طاب لي الطاجين ديالي هانتوما كتشوفوا عندي هنايا راه ما شاركتش معكم اللي كنعسلو، لان عندي البرقوق معسل، عندي المشماش معسل. كما كتشوفوا عندي البرقوق راني زينته بالجنجله، داك الجنجل الابيض. عندي هنايا المشماش المعسل، درت ليه شويه ديال اللوز، يعني اللوز اللي حمرته هرمشته. والوسط ديال المشماش كذلك درت ليه شويه ديال الكركاع. يعني المسائل اللي موجوده عندكم في يعني في المطبخ ديالكم يمكن، يعني يمكن لكم تذوقوا به هاد الطاجين، يعني تزيين حسب الرغبه ديالكم. هانتوما كتشوفوا الطريقه. والمذاق ما غاديش نقول لكم، المذاق رائع جدا. واللحم راه كما كتشوفوا اللحم راه طيب، كذلك الحمص راه طيب. كما غادي نقول لكم تزيين حسب الاختيار ديالكم، يعني اللي موجود عندكم.
وهاد الطريقة اللي درت يعني ديما كندير شوية ديال السكر فوق الزبيب، يعني كيعطي واحد التأسيلة للطاجين، والمذاق رائع جدًا. إذًا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، طاجين بالحمص. نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيو الفيديو مع أحبابكم وصحابكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.